السلام عليكم. فيديو جديد معكم سناء من كويزين سناء ام رباب. في هذا الفيديو هذا غادي نحضر لكم طورطات المناسبات اعياد الميلاد. اقترحوهم كمشروع للكليان ديالكم ولا لي كوموندي كتحضروهم للناس اللي كيخدموا عندكم. طورطه راقيه في الشكل ديالها غادي تكون بكريمه ديال بيستاج وكذلك غادي تكون كريمه ديال الكنافه وجينواز ناجحه سهله في التحضير ديالها. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا ينال الاعجاب ديالكم. كنتمنى ان شاء الله تكثروا لي بزاف ديال لي لايك بارطاج لا فيديو. القناه ديالي راه طاحت فكنتمنى منكم انكم تبارطاجيو لي هذا الفيديو هذا باش يطلعوا يتقترح. شكرا لكم بزاف تبارك الله عليكم. خليكم مع بقيه الفيديو. كنتمنى لكم فرجه ممتعه. فغادي نحضر معكم الكريم باتيسير. هاد الكريمه هادي غادي تكون مزيج ما بين الكريم باتيسير والزبده وكذلك الكريمه ديال الفستق. غتشوفوا الطريقه ديال الخدمه ديالها كتجي واحد الكريمه عاقده هائله في المذاق والقوام ديالها عاقد. فهاد الكاسرونه وضعت 3 ديال صفار البيض، 60 غرام ديال نشا الذره عفوا، وجوج ساشي ديال سكر فانيلا. عندي كذلك 500 ملل ديال الحليب راني ضفت غير نصف الكميه، وكذلك ضفت 80 غرام ديال السكر حبيبات. على ما كنخلطوا هاد المكونات هادو يعني صفار البيض مع النشا والسكر حبيبات والفاني كنخلطوهم مزيان. كنتاكدوا انهم تخلطوا لينا مزيان واندمجوا. عاد من بعد غنضيف الكميه المتبقيه ديال الحليب. غنخلط كل شيء وغنشعلو على النار تكون متوسطه مع التحريك المستمر حتى كتعقد لينا هاد الكريمه هادي ديال الكريم باتيسير بهاد الطريقه هادي. ومباشره غادي نجيب واحد الزلافه غادي نصب هاد الكريمه هادي ندير لها السلوفان على الوجه ديالها باش ما كتكونش لينا واحد القشره، وغادي ندخلها للثلاجه نخليها كتبرد مزيان. وفي هذه الاثناء غادي نحضر معكم بديل الجينواز. فانا بديل الجينواز هي اللي عندي معتمده لا في لي طرونش ولا كذلك في هذه الحلوات اللي كيكونوا مربعين ولا مستطيلين. الخدمه ديال هاد بديل الجينواز كتجي زوينه بزاف. هي حتى الجينواز ملي كندخلوا هاد بديل الجينواز كتكون كتجي الجينواز يعني رطبه بزاف. وهذه هي صراحه عندي المعتمده لا في لي طرونش لا في الحلوه ولا اللي كتكون ديال مستطيله ولا حتى دائريه يعني كتكون نازله. فهي هذه اللي كان عندي المعتمده واللي كنديرها. انا في هذا الاناء ديال العجانه ولا في الكاس ضربوا بالباطوغ الا بغيتو. وضعت 4 ديال الحبات ديال البيض كاملين يعني ما كنفرقش صفر عفوا على البياض. 4 الحبات كاملين. كتضيفوا جوج ساشي ديال سكر فانيلا وكتخليو يعني البيض كيتخلط مع داك السكر فانيلا شويه حتى كيترغوا لينا. ومن بعد غادي تضيفوا 140 غرام ديال السكر حبيبات كتضيفوا على الخليط وكتخليو الروبو كيخدم مزيان حتى الخليط ديال البيض كيولي بهذا الشكل هذا وبهذا القوام يعني كيولي كثيف اللون ديالو ابيض. في هذه المرحله هذه غادي نضيف له 60 ملل ديال الزيت. غادي نبدا هكا كنضيف غير بشويه حتى كنكمل داك الكميه اللي عندي وكنخليو الطراب كيطرب لينا مزيان. من نضيفوا الزيت على الخليط ديال البيض طربوه مزيان باش الكيك ولا باش الجينواز ما تجيكمش مزيته. ومن بعد غادي نضيف 60 ملل ديال الحليب حتى هو غادي نضيفو. غنطرب غير شويه ومن بعد صافي غادي نتوقف على التطراب والخليط كيكون عندنا بهذا الشكل هذا. غادي نضيف دابا كذلك النواشف. بالنسبه للنواشف غنديف خميره الحلويات وغادي نضيف الدقيق ابيض فورس. خميره الحلويات عندي معلقه صغيره هي 7 غرام كنغربلوها. وبالنسبه للدقيق عندي 120 غرام ديال الدقيق الابيض كنغربلوه حتى هو ضروري غربلوه باش ما كيتكونوا لكمش داك الكويرات ملي كتجيو كتخلطوا الخليط. فالدقيق غربلوه هو والخميره ولا حتى كنتو غادي ديروا الكاكاو حتى هو كتغربلوه. من بعد ما وضعت الكميه كامله ديال الدقيق الابيض غادي نجيب واحد الفويه وغنبدا كنخلط هكا بحركه دائريه من الاسفل للاعلى باش ما ينزلش لكم هذا الخليط هذا ديال البيض. كنتحصلوا عليه بهذا الشكل. غنجيب اللاطه ديال الفران اللي القطر ديالها 27 على 38 سنتيم. انا هذا هو العبار اللي عندي هو اللي كيدخل ليا الفران ديالي. كان عندكم حتى عبار كبير شويه ماشي مشكل يصلح لكم لهاد بديل الجينواز توضعوها في اللاطه الا كانت كبيره شويه. اللاطه جبتها فرشت لها ورق ديال الزبده كما كتشاهدوا وغادي نصب الخليط نحاولوا هكا نقادوه بواحد سباتول ولا مهم حاولوا تقادوها مزيان باش ما تجيش جهه طالعه وجهه نازله.
وغادي ندخلها للفران. الفران يكون سخون من قبل على درجه حراره 180 درجه. خليوه هاد 10 دقائق يسخن مزيان. عاد من بعد كتدخلوا هاد لاطا ديال بديل الجينواز. انا درجه الحراره كنستعمل 175 درجه. كنشعل عليها من الفوق ومن الاسفل. كنخدم المروحه كنخليها لمده 12 دقيقه. كتكون عندي الجينواز واجده. غتشاهدوا في هذا الاثناء كنخرجوا الكريم باتيسير من بعد ما كتبرد لينا مزيان. غادي نطربوها مزيان بوحديتها. حاولوا تطربوها مزيان حتى ما يبقاوش فيها كاع الحبيبات، باش هكا الكريمه كتجيكم ليس وكتجي مخدومه وما كيجوش فيها داك الحبيبات ملي تجيو تليسيوها على الكاطو. بعد ما كنطربها مزيان بهذا الشكل هذا غادي نوضع الزبده. فبالنسبه للزبده عندي 120 غرام ديال الزبده تكون حيوانيه وتكون لينه. تكونوا خرجتوها من الثلاجه من قبل وصافي كتبداو هكا كتضيفوها على هاد الكريمه هادي معلقه بمعلقه حتى كتكملوا الكميه كامله اللي عندكم. كتخدموا الروبو ولا الطراب الكهربائي وكتخليوها كتخدم مزيان. فخليوها تطرب مزيان هاد الزبده مع الكريم باتيسير حتى كيولوا اللون ديالها ابيض تبان لكم واحد الكريمه مهويه. ضروري خليوها تخدم مزيان باش يعني الكريمه كيجي القوام ديالها كيجي زوين القوام ديالها وكتجي مخدومه. فدابا هانتوما راني كنبدا كنضيف شويه بشويه داك الزبده والروبو كيخدم ولا الطراب الكهربائي كتخدموا به ماشي مشكل حتى كتكملوا الكميه كامله ديال الزبده اللي عندكم. وكتبداو كما قلت لكم كتطربوها مزيان على سرعه عاليه ديال الطراب حتى كتلاحظوا بان الكريمه اندمجات مع الزبده وكيولي القوام ديالها يعني بيضها. نتوما لاحظتوا القوام اللون ديالها عفوا كيتبدل ولات يعني مخدومه مهويه. فدابا غادي نضيف لها كما قلت لكم الكريمه ديال البيستاج. يعني غادي تكون هاد الكريمه مزيج ما بين الزبده والكريمه ديال البيستاج ولا ديال الفستق. فانا غادي نضيف تقريبا 100 غرام ديال الكريمه ديال الفستق غادي نضيفها. في هذه المرحله هذه انا الكريمه يعني خليتها هكذا ما دوبتهاش في حمام مائي. بغيتو تذوبوها في حمام مائي فكتذوبوها وتخليوها تبرد شويه. عاد من بعد كتضيفوها وغادي نحاول ندمجها عفوا مع الكريمه ديال الزبده والكريم باتيسير بهذا الشكل هذا. بغيتو نتوما هاد الكريمه يجيكم اللون ديالها خضر ما يجيش هاد اللون هكا يعني خضر بارد فكتضيفوا النكهه ديال البيستاج الا بغيتو ولا ملون اخضر. فانا هاد الكريمه بغيت نخليها هكا على الطبيعه ديالها. من بعد طربتها هكا شويه خلطت ودابا غنبدا معكم المونتاج. يعني المونتاج عفوا كتجيبوا يعني كادر اللي غادي نحاولوا نوضعوا له في الوسط. يعني الجينواز قطعتها على نصفين غادي نوضعها غادي نسقيها بالحليب. راني سقيتها بالحليب ولا كتسقيوها بالسيرو اللي بغيتو. وغادي نوضع كميه ديال الكريمه ديال الفستق البيستاج غادي نوضعها بهذا الشكل هذا. ومن بعد غادي نحاول نسرحها بواحد المعلقه ولا سباتولا نقاد الوجه ديالها وغادي نخليها على جنب. في هذا الاثناء غادي نحضر معكم الطبقه الثانيه اللي غادي تكون فيها كنافه ومع الكريمه ديال الفستق ديال البيستاج. ذوبتها يعني خديت 120 غرام ديال الشوكولاته ديال الفستق ضفت لها 30 مليلتر ديال الزيت ذوبتهم في حمام مائي وضفت لهم 40 غرام ديال الكنافه. بالنسبه للكنافه هذه راني محمراها في الفران وغادي نضيفها على هاد الشوكولا هذه ولا الكريمه ديال الفستق. غادي نحاولوا نخلطوا مزيان هاد المكونات ومن بعد غادي نوضعها كطبقه ثانيه فوق الكريمه بهذا الشكل هذا كما غتشاهدوا. غادي نسرحها بواحد الظهر ديال المعلقه مزيان هاد الطبقه وغادي ندخلها للثلاجه نخليها هكا تبرد شويه تشد راسها. من بعد غادي نكمل معكم تتمه ديال المونتاج ديال هاد الطورطه هذه. غادي نجيب الطبقه الثانيه ديال الجينواز من بعد ما كتبرد لينا الطبقه ديال الكنافه مع الشوكولاته ديال الفستق. غادي نحاول نثبتها مزيان هاد الطبقه ديال الجينواز. كنسقيوها بالحليب راني سقيتها انا بالحليب ولا كتسقيوها بالسيرو اللي بغيتو. وغادي نضيف الكريمه نحاولوا نضيفوها هكا فوق الجينواز. حاولوا ديروها في واحد البوش باش هكا كتجيكم الكريمه مقاده مهم.
وعاد من بعد غادي نسرح الوجه ديالها. فضروري سرحوا الوجه ديالها مزيان واحد سباتول ولا اداه ولا مهم ظهر ديال المعلقه. المهم حاولوا تسرحوا مزيان الوجه ديال الكريمه، ومن بعد غادي ندخلها للثلاجه نخليها كتبرد مزيان. عاد من بعد غادي نكملوا لها التزيين ديالها. فمن بعد ما كتبرد الحلوى مزيان وكتجمد، انا دخلتها المجمد خليتها تقريبا واحد 30 دقيقه وحيدت لها الكادر، راه كيتحيد بسهوله. ودابا غادي نبدا هكا نبوشي وريضات بهذا الشكل هذا. فانا التزيين بغيت نديرو بهذه الطريقه هذه. بالنسبه للكريمه اللي بوشيت بها انا هاد الوريضات، كانت بقات ليا واحد الكميه ديال الكريمه ديال البيستاج، وضفت لها الكريمه ديال لا ماسكاربون تقريبا واحد 100 غرام ديال الكريمه ديال لا ماسكاربون مع 50 مليلتر ديال الكريمه السائله. حاولت انني طربتهم مزيان وضفت لهم الكريمه ديال هاد البيستاج هذه اللي كانت بقات ليا وصافي. وبديت كنزين بهذا الشكل هذا. مهم زينت على شكل هكا، درت وريضات بهذه الطريقه هذه. مهم التزيين كديروا اللي بغيتو، كتفننوا في التزيين اللي بغيتو وصافي. من بعد غنحاول ندير داك الحبيبات ديال العقيق و كتقدموها هكا. فانا درت القليل من الكنافه في الوجه ديالها في الوسط، غادي تشوفوا من بعد غادي نديرها وصافي. وكتقدموها بالصحه والراحه. فكتمنى ان شاء الله هاد التورته هذه تعجبكم وتنال الاعجاب ديالكم. التورته يعني اعياد الميلاد، المناسبات، اقترحوها كذلك حتى الكليه اللي كيخدموا عندكم لي غاطو. فكتجي راقيه في الشكل ديالها، والخدمه ديالها راها جد سهله، والتزيين هانتوما كتشاهدوا راقي. فكتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا تكثروا ليا بزاف ديال لي لايك وتعليق زوينه المحفزه، وكذلك البارطاج الفيديو باش يطلع ليا ويتقترح. فانا كما قلت لكم غادي ندير شويه ديال الكنافه بهذا الزين هذا، زينتها وصافي كتقدموها بالصحه والراحه. شكرا لكم كاملين، شكرا للتفاعل ديالكم الفيديوهات ديالي، تبارك الله عليكم. فدابا بقى لنا نقول لكم نتلاقاو ان شاء الله فيديو جاي باذن الله. بسلامه.